شاء الله احنا بهذا ان نصر ان شاء الله وان فخر، وهاي سجلها التاريخ. الا موت يلا نطلع منه ان شاء الله سجلها التاريخ باي وقت. هذا عهد مع الله. احنا لابد ان نتذكر اخواننا وابنائنا والمجاهدين الذين سقطوا في هذه المناطق، وانصار العقيده من رجال الابطال الذين قدموا في هذه المنطقه، وتعلمون انتم هذه المنطقه ايش قد الان داعش يحاول ان يعيدها او ياخذها، لكن الحمد لله ما اعطوها الشباب الانصار العقيده، جزاهم الله خير. والله احنا مولاي الهمه شفناها عند ربعنا، ما موجوده دوم. قبل اقزامهم ما شاء الله، قبل اقزام كل المجاهدين. يعني صارت الاحداث هاي مالت التعرض، الله شاهد ما شفنا مثل همتهم تقول شلون يتغلبون عن الموت. أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجولة جديدة. محدثكم كريم الغرابي والمصور مرتضى الغرابي. القطاعات متواجدة في علاس إسناد لقطاعاتنا الأمامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي أردك تسولف لي يعني كل ما يصير تعرض على قطاعاتنا، أنتم من إسناد هنا إسناد الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. تشوف هاي القطعات هذه من الديوانية لكل القطعات تسندها أبو حدر الأنصاري. وشوف قبل يومين هذا التعرض صار، ثبتوا وسدوا القاطع كله بالأسناد، وشوفوا أوقعوا خسائر بالعدو، والحمد لله والشكر من نصر إلى نصر. وشوف هالقطعات هذه كلها مطمئنان والحمد لله والشكر. يعني الرسالة اللي توجهها داعش لإثبات آمالهم إن شاء الله وحظهم إلى يعني كل ما يحاولون محاولة باقتحام قطاعاتنا، الحمد لله والشكر سبحانه وتعالى تفشل محاولات. بالنهار بالليل بأي وقت يردون احنا حاضرين ومستعدين لهم برحاب الصدر. المقبرة جاهزة. المقبرة جاهزة، وإن شاء الله إذا مو اليوم طابين عليهم باكر، يوم من الأيام احنا ساحقين على رؤوسهم بإذن الله تعالى. الفخر أولا لله تعالى وأهل البيت والسيد السيستاني. حج انت من وين مدينه؟ من مدينه السماوه الظوالم بن نعم حج، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بكم. يعني تحدثنا عن بطولاتكم، عن يعني صراحه نفتخر بكم، احنا عندنا ابطال من محافظات الوسط والجنوب يقاتلون اليوم في السواتر الاماميه واسناد لقطاعاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلبيه النداء المرجعيه وعلى راسهم سماحه الامام السيستاني حفظه الله ورعاه. احنا نعاهد المرجعيه، نعاهد الله اولا، نعاهد المرجعيه ان نكون اليد الضاربه ان شاء الله. لا قسم ظهر داعش يعني، ولا مثل ما تقول احنا ما نحترف بهم، عرفنا شنو حتى شلون مثل ما كلامنا العربي قدرنا مايهم، ما يقدرونا، منين ما يجون ما يقدرونا. ولله الحمد صارت مقبره لهم، ارض علاس صارت مقبره لهم. البارحه وصلوا لهنا اصلا ما شالوا رؤوسهم، اخذوا جرحاهم واصلا موتهم ظلت بالجسمه بالارض. اي والله والحمد لله. بارك الله بك، شكرا. بهمه السواعد الابطال، ابطالنا اهل السماوه ذولا واهل البصره ذولا، ما اشوف يعني شو يتغالبون على الموت، يتغالبون يعني بهمه، مش مثلا الواحد بيتعاجز من شغله، لا والله شفت الهمه ما موجوده عند غيرهم، ولله الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني تحدثنا عن بطولاتكم عن والله اول من صار يقول تعرض علينا الساعه 5 الصبح لحد 5 العصر، بس والله بكيناهم وخليناهم يعني الدرس لا ينسونه. قامت قطاعاتنا الانصار العقيده واللواء 21 والاسناد الانصاري من اسناد بدر. يعني انتم التعليمات اللي تجيكم حسب النداء ضرباتكم راح تكون؟ حسب النداء من القطاعات بالصد يجينا. وصار صار التعرض علينا الساعه 5 الصبح، وما حسبالهم عاد يقدرون لو هاي. بس والله اعطيناهم درس لا ينسونه. يعني خلينا قتلاهم هسه بالوديان، وابس سلاحهم يبناه، سلاحهم بكيسياتهم، وحتى ال 14 ونص مالتهم يبناها. شافلهم اللي جا قالوا مدرح وددونا به، احرقناه امثلهم. اي وبعد احنا عندنا نشوف اسلحه واعتدى، بس ما اريد نكشفها للعدو لانها متواجده بهذه المنطقه ان شاء الله. ربي ينصركم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. بالنسبة للسلاح الساند، احنا حاليا جايين نتواصل ويا اخوان سلاح الساند، سلاح الكاتيوشا وسلاح الهاونات
120. الإخوان سلاح ساند للقاطع الموجود، قاطع بعجيل وبعلاس. من خلال الفترة اللي فاتت التعرضات اللي صارت علينا، خصوصا التعرض الأخير اللي صار قبل يومين، كان لهم دور كبير في إسناد القطعات، دور جدا كبير في إسناد القاطع، قاطع العجيل وقاطع علاس. رمياتهم كانت موفقة، رمياتهم خسائر كبيرة للعدو، كبدوا العدو خسائر كبيرة برمياتهم، لأن سلاحهم كان مؤثر وإصاباتهم مؤثرة. والقاطع كسلاح ساند يشمل جميع القاطع الموجود، والحمد لله والشكر احنا نتواصل وياهم بين فترة وفترة، نشوف احتياجاتهم، نتواصل وياهم. بالنسبة اللواء 21 بقيادة السيد خضير المطروحي. شكرا جزيلا. الله يحفظكم عزيز. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. مشاركتكم فوج حشد العلم اخواننا من العلم ومشاركين ويا اخوتنا لواء 21. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه مكننا نشارك أخوتنا في هذه المعارك ضد إصابات داعش الإجرامية التي يعني ما تركت أي مجال لكي تدخل أراضي العراق الحبيب. عن جولتك اليوم وتفقدك القطاعات، الأسبة جناين ثم الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد التعرض الذي حدث في منطقة علاش وعجيل وتقاطع الزرقاء ومنطقة الفتحة، وكان رد القوات الأمنية المتواجدة في هذا القاطع من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات النفط في كل هالمنطقة، كان رد عنيف وقاسي، كبد العدو خسائر كبيرة وترك آلياته وجثثه ومعداته في هذه المنطقة. وكان العدو قدم 2 بلدوزر و2 شفل في المنطقة، وبعدها قدم 4 مفخخات في جهة علاش و4 مفخخات في جهة عجيل. وكان الحمد لله القوات الأمنية عالجت هذا بصواريخ الكورنيت وطيران الجيش العراقي الذي لعب دور كبير في معالجة الأهداف البعيدة خارج القاطع، وجزاهم الله خير الجزاء، كان لهم دور كبير في معالجة كل الأهداف البعيدة التي كان يدعمون قطاعاتهم الملعونة الشريرة التي تصل قريبا من قطاعات خط الصد، لكن الحمد لله لم يقدروا يوصلوا إلى خط الصد. اليوم تفقدنا القطاعات اللي موجودة هنا، واليوم هسه هنا في هذا المقر هو مقر قوات شرطة النفط، جزاهم الله خير جعل ليكون على هيبة الاستعداد لطارئ أو لأمور أخرى، والتهيؤ لتحرير المنطقة إن شاء الله مستقبلا من براثن داعش وأتباع داعش ومن لف لفهم. اليوم المنطقة أصبحت آمنة، هناك لحمة عراقية حقيقية في هذه المنطقة، تجد اليوم هناك من أبناء المناطق ومن أبناء الحشد الشعبي، وابناء الحشد الشعبي طبعا اللي هم من أبناء المناطق الجنوبية والوسطى، وأبناء الحشد الشعبي من هذه المناطق، وكذلك اللحمة التي موجودة ما بين القوات الأمنية والحشد الشعبي في هذه المناطق. وهنا غرفة عمليات مشتركة تدار من قبل قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات دجلة، بهم ممثلين لهذه الفصائل ولهذه التشكيلات في هذه الغرفة، من خلال وجود مستشار طيران وعقيد
نيابة عن يعمل مستشار نيابة عن المدفعية. كذلك القوات الأمنية هم متواجدين، الشرطة الاتحادية وقوات النفط، لمعالجة كل الأهداف اللي موجودة من خلال كل واحد في اختصاصه. كذلك يقومون الأخوة جزاهم الله خير بجولات تفقدية لكل القطاعات ولخط الصد المتواجد على طول مدى تقريبا هذه المسافة من ما بين جسر الزرقاء حتى الفتحة بحدود 100 كيلو. يتفقدون في هذه المناطق، خاف هناك ثغرات وهناك مجالات لتسلل العدو، عبور العدو من هذه المناطق، ويعالجون كل شيء في ساعة في وقته. بارك الله، شكرا جزيلا. ان شاء الله سيدنا لواء 21 يبقى الصخرة التي لا تقهر امام داعش ان شاء الله. وإن شاء الله 21 والقوات المتجحفلة في هذه المنطقة جعلت من علاس وعجيل مقبرة إلى الدواعش. طبعا هذا هو الهجوم الأخير، كان الهجوم ال20 على هذه المنطقة، والحمد لله الهجوم اللي سبقه كان خسائر داعش في منطقة تل قصيبة والناعمة هي أكثر من 450 قتيل وأكثر من إحراق والاستيلاء على 80 عجلة آلية التي جلبوها داعش لهذه المنطقة. اليوم كل يعلم أن هذه المنطقة هي غنية بالنفط، مثل ما ترى هذه الآبار المتشتعلة الآن، ومثل ما تعرف أنه فقط في علاس أكثر من 190 بئر، وفي عجيل أكثر من 120 بئر نفطي. واليوم داعش هو يقاتل من أجل الثروة النفطية، الثروة الاقتصادية، ليعيد نفسه. هو معركته اليوم هي معركة من أجل كسب المال وكسب الثروات النفطية حتى يستفيد من عدم. واليوم نرى احنا في المناطق البعيدة من خلال اليوم مصادرنا اللي موجودة ومن خلال المراصد اللي موجودة، نرى كيف اليوم نقل النفط في هذه المناطق وعبوره إلى مناطق أربيل ومنها إلى مناطق متواصلين وياكم احبتنا وجولتنا الميدانيه في حقول علاس وحقول عجيل، ولا زالت المواكب الحسينيه ترفض القطاعات العسكريه والدعم من قبل المواكب لابناء الحشد الشعبي. هذه المواكب قدمت اللي تقدر عليه ونشكر ابناء الديوانيه، ابناء اهلنا بالديوانيه اللي قدموا الغالي والنفيس من ارواح ومن كل ما يحتاجه المجاهد في الحشد الشعبي. اليوم اخوتنا جاءوا الى حقول علاس ليرفدون من الغذاء والدواء وما جلبوه لنا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله سيدنا. شلونك مولانا؟ الله يبارك بك، جزاكم الله خير. بارك الله بكم وشكرا لمجيئكم من الديوانيه الى حقول علاس. سيدنا اليوم شنو السفره اللي عندكم؟ سيدنا التوفيق من الله وبركة محمد وآل محمد، شرفنا بزيارتكم بهذا القاطع وإخواننا في قوات بدر الظافرة. حقيقة لدينا كقافلة كفيل زينب دعم معنوي أولا ودعم لوجستي من مواد غذائية وغيرها. وصلنا لمكانكم هذا مقر اللواء 21 وفي حقول علاس، ولقينا يعني وضعكم انه الحمد لله شكر يسرنا انه صامدين وثابتين، وعندكم مبدأ وعقيدة هي عقيدة الولاء لمحمد وآل محمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولاي احنا من جهنا لقينا اشاوس، لقينا ابطال مجاهدين تاركين الاهل وتاركين العيال ويدافعون عنا ويدافعون عن اعراضنا. طبعا الناشد من هذا المكان، ناشد كل السياسيين ان يقفوا مع الحشد الشعبي، لان الحشد الشعبي اليوم هو اللي يعطي الدماء ويعطي الارواح وكل الامن والامان ان كانوا سياسيين وان كانوا معلمين مدرسين، كل الدوائر الخدميه هي في دماء وفي جال الحشد الشعبي المقدس. بارك الله بك. من ضمن الاخوه الوفد اللي جاء احد الاعلاميين الاخونا حسين منصور. السلام عليكم. حياك الله سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا باسمي وباسم اهالي ديوانيه وباسم قافله كفيل زينب نتقدم بالشكر الجزيل لكل الاخوه المقاتلين في لواء 21 والجميع حياهم الله وثبت الله خطاهم وسدد الله خطاهم. بارك الله بك، شكرا جزيلا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حج السلام عليكم. حج شلونك؟ اهلا وسهلا. صحتك احوالك؟ الحمد لله الحمد لله على النعمه التي أزلناها. يعني صراحة حجي، صراحة احنا بنشوف هاي الشيبة المباركة نزداد عزيمة وإصرار بالوقوف بالسواتر الأمامية وندافع عن عراقنا الحبيب. جزاكم الله ألف خير، جزاكم. هذا شعوركم وزرتونا الحمد لله، ونشكر إذاعة الغدير لهذه زيارتهم لنا. واحنا اليوم سحبوا جماعتنا لاهل الديوانيه ان شاء الله ببديل اهل حجي احنا صحيح بدلتوا قطاعاتكم من تحولتوا من حقول علاس الى طل قصيبه، تبديل اماكن هاي ماكو مشكله. حجي تبديل اماكن هاي ماكو مشكله، بس لكن اليوم شو تقول لابناء الديوانيه اليوم لما نرى شيبه كبار في السواتر الاماميه؟ ان شاء الله نبشرهم بالخير والنصر ان شاء الله.
قدم للموصل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو لاي فاضل عناد دحام جنابي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يوديك. يعني انت اليوم في وسط المقاتلين، في وسط الاشاوس ابطال الديوانيه لواء 21، يعني شلون وجدت المعنويات؟ والله معنويات عاليه وكرم وضيافه وشجاعه. نعم. والله العظيم حتى الواحد اثنين كان متردد. اكو واحد من عندنا شالتنا عزيمه وشالتنا غيره وياهم، والنعم من عندهم ما قصروا والله، لا بالضيافه ولا بالشجاعه اللي عندهم. نعم. والله العظيم. متواصلين وياكم احبتنا المشاهدين وجولتنا الميدانيه في حقول علاس وضمن زياره اخواننا المواكب الحسينيه للقطاعات، وخلال هذه الفتره وبعد صد الهجوم الاخير من قبل قوات داعش الارهابيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف تجد معنويات المقاتل العراقي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجاهد سعدناه السعيده من محافظه الديوانيه ناحيه السوم، خرجنا وبفتوى من المرجع الاعلى آية الله العظمى سيد علي السيستاني، خرجنا الى الجهاد الكفائي وشاركت بهجوم عده بدياله وحاليا بتلال حمرين، وهجموا علينا الدواعش بس ما قدروا، ان شاء الله دحرناهم. وهذا التعرض الاخير هجموا علينا هجموا من تل قصيب ومن القطعات على حمرين وعلى الفتحه، وان شاء الله رجعناهم ان شاء الله لهم بالمرصاد ان شاء الله. الحمد لله، نحمد الله ونشكره على كل حال. احنا من تلال حمرين علاس هذاك اليوم هجموا علينا وما ذبح، سلاح اخذنا من عندهم، عتاد اخذنا من عندهم، راسنا مرفوع قدام العراق كله. الحمد لله معنوياتنا عاليه كلش، مواطنون لواء باسم لواء 21 وباسم سيد غضيل المطروحي احنا صامدين ومستعدين للجهاد. متواصلين معكم احبتنا وجولتنا الميدانيه في حقول علاس، والسلام عليكم. عليكم السلام. إذا تحدثنا عن عمليه اليوم امس. البارحه بسم الله الرحمن الرحيم، ابو حسن امر السريه الثالثه اهالي الشاميه فوق سيد الشهداء. البارحه تعرضوا علينا الساعه بالأربعة الصبح، بالأربعة الصبح لحد الأربعة العصر، وهم يريدوا يجربون حظهم ويانا العاثر. والحمد لله والشكر هالابطال هاي وابطال فوج سيد الشهداء عليه السلام اللواء 21 بقياده سيد خضير المطروحي صدت لهؤلاء الاوغاد وظلت جثثهم بالتلال. والحمد لله والشكر احنا ما اعطينا بكل شهيد واحد، وهم ظلت جثثهم حتى اليوم الصبح رادوا يطلعون حتى الجثث اللي عندهم ما قدروا وتشوموا فوقاهم، والحمد لله والشكر. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إن شاء الله جيدة جدا معنوياتنا. والله نوصل لهم نقول لهم رجعوا أحسن لكم، منين جيتوا رجعوا، إحنا وراكم. ظلت جثثهم بالوديان، وإحنا بقيادة السيد المطروحي وبقيادة أبو حسن آمر سريتنا إن شاء الله وراهم ونقول لهم رجعوا، ونوجه رسالة للسياسيين نقول لهم كفى من السياسيين، ولبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. كل يوم من عاشوراء وكل أرض كربلاء. هؤلاء المجاهدين ولله الحمد والشكر صدوا هجوم عنيف للدواعش الأنذال ليلة البارحة أول البارحة، وكان تقريبا من الساعة 4 بدءا حتى الساعة 4 عصرا، وكان الهجوم جدا عنيف وصدوه ببسالة ولله الحمد، وكانوا مسيطرين على الوضع ولم نعطي خسائر ولله الحمد، وفقد جثثهم تارس الوديان اللي أمامنا كانت ولله الحمد، ومنتصرين جدا والمعنويات عالية جدا لا توصف أيضا. وهؤلاء هم جنود المرجعية الأبطال الذين مضحين بعوائلهم وأنفسهم وبأموالهم دفاعا عن بيضة الإسلام ولله الحمد، ومنتصرين إن شاء الله وبعونه تعالى. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون معنوياتكم رغم ماكو رواتب صار 4 أشهر؟ إن شاء الله احنا جينا على خط المرجعية. نعم. إلا أعطونا رواتب ولا ما أعطونا نفس الشيء، احنا نظل نجاهد حتى أخير قطرة من دمانا إن شاء الله. إن شاء الله احنا ما جينا على رواتب. نعم. احنا جينا على خط المرجعية، نداء المرجعية. نعم. أي ما جينا على نمود رواتب. والله كل زين. ايش معنوياتكم شلون؟ كل زين. مرتاحين يعني؟ مرتاحين ان شاء الله. شو توصلوا رساله لكم ناسكم ديوانيه؟ والله احنا نقول لهم نحرر اي شبر يبقى من العراق، مستعدين وما نتراجع. وجه رساله لداعش
من ما اجوا يرجعون. لان هاي ارضنا وشرفنا وعزنا، هاي مثل ما اجوا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى الطيبين الطاهرين، باسمي وباسم السرية الثالثة من فوج سيد الشهداء اللواء 21 أهالي الديوانية. الحمد لله والشكر، عندنا منتصرين، وإن شاء الله احنا هسه بهجوم وين ما يجينا الأمر رايحين إن شاء الله. البارحة صدينا هجوم من قبل الدواعش والآن رجعنا منتصرين والحمد لله والشكر. وهمتنا عاليه ان شاء الله بوجود المرجعيه وبوجود امر لوانا السيد خضير المطروحي، والحمد لله والشكر، ومن نصر لنا نصر. ولبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نوجه رسالة إلى الحكومة العراقية وإلى الشعب العراقي المظلوم. نحن لا نشتكي إلى أحد بل إلى الله وإلى الحسين وأهل البيت. نعم هناك مقاتلين أبطال وأشاوس جاءوا تلبية لنداء المرجعية منذ 4 أشهر لم يستلموا أي راتب، وهم كلهم عوائل فقراء. القوة تريد حقها، للبعيد يشوف يثمنها ويقدر جوهر المعروف، يثمنها ويقدر جوهر المعروف. اللي ما يحتز بخوته يحتنيه الخوف، اللي ما يحتز بخوته يحتنيه الخوف. الخوف تريد معاه الخوف تريد معاه، والسر ما ينباع 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 الخوف تريد معاه. وصلنا وإياكم أحبتي إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات محدثكم كريم الغرابي والمصور مرتضى الغرابي. نلتقيكم في جولة قادمة، في أمان الله. ايش حد الياك الحقنا، والله نسوي فنون ايش حد الياك الحقنا، والله نسوي فنون ايش حد الياك الحقنا، والله نسوي فنون ايش حد الياك الحقنا. النوق تريد حاديها تعمنا دوم تمشي وياه، النوق تريد حاديها تعمنا دوم تمشي وياه، لعليا ما تجي بهين للمذروب تتعنى، وسيب التعوجه الطقه يظل دوم يصيحها. هو النوق تريد الحادي، رجلك 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 تريد الحادي، انا تمشي وياه النوق تريد الحادي، انا تمشي وياه النوق تريد الحادي، انا تمشي وياه النوق تريد الحادي.